عطله رفقة الحاج الأخضر. إذا سيد أهلا مرحبا بك معنا. إذا تحضر ربما اليوم جنازة لأحد أبرز وجوه الفنية الجزائرية في الجزائر، شيخ عطله رحمه الله. أنتم كنتم رافقتوه في كثير من الأعمال الفنية وأبرزها عمارة الحاج الأخضر. حدثنا عن شيخ عطله وكيف تلقيتوا خبر الوفاة. الله يرحمك يا أحمد بن بوزيد، اللي هو مدعى الفنان الصديق والحبيب عطله. أنا راني يعني متأسف بزاف، لأنني أول مرة نزور الدوار تاعو والنشرة تاعو، وتمنيت تكون في ظروف أحسن من هذه، يعني ما تكونش كما هذه. لكن فقدنا يعني عملاق فنان، يعني الله يبارك، شاعر وفنان وسياسي وأديب، وعنده كل الأشياء من نوع الغناء، الصوت، الشعر، بادية، يعني بخصوص البادية. وكان يحبني بزاف وأنا ثاني نحبه أكثر، وكأني اليوم فقدت صديق وجار في العمارة، يعني حاسها بزاف، يعني ما نكذبش عليك والله. نطلب الدعاء ان شاء الله، ندعيو له الجيران هنايا، احبابه، كل ما حتى الجمهور، لانه كان يزرع البسمه ويزرع. وان شاء الله يرحم كل الفنانين اللي ماتوا من قبله واللي راهم حيين، ربي ان شاء الله ينصرهم ويفتح عليهم. كان صديق يعني. نعم الحاج الأخضر، احنا نعرف بانه شيخ عطله حبه الشديد للفقراء، يعني كان في كثير من المواقف، سواء في البرلمان لما كان في عهده برلمانيه، وكذلك خارج البرلمان في العمل الفني كان محبوب ويحب كثيرا الفقراء. انتم كنتم على علاقه وطيده به، كيف يعني رايتم فيه هذا الشيء هذا؟ شوف، هو يعني ما نكذبش عليك، الشيخ عطله يعني صح كما يقولوا، هو الشيخ عطله زين الطله، يعني دوماج يا للاسف، والله يا للاسف. شي ما زين زين الطله والله. وما مشاهدينا، هي مواقف يعني فيه حزن شديد، فيه حزن عميق على رحيل الشيخ عطله، وخاصة أن الحاج الأخضر كان من أقرب أقربائه، كان يعني صديق له. ربما خانته الكلمات وربما الدموع تعبر يعني عن الموقف، ولكن كل الجزائريين اليوم رأينا أن كل الجزائريين يعني يواسون العائلة.